يا صباح الورد والياسمين على عيونكن جميعا، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة على طول. جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله يا رب، وربي يجبر بخاطركن وينال مرادكن يا رب العالمين. بلشنا نهارنا هيك بالقهوة، شغلت بخور اليوم حتى فرجيكن علبة البخور اللي اشتريتها القاعدة، مبخرة يعني. طلعت بتجنن والله. اليوم جمعة قلت ببخر البيت وبشرب القهوة هيك مع ريحة البخور. بدي أول شي أشكركن على تعليقاتكن ولايكاتكن الحلوة، وربي يسعدكن يا رب. بلشت هون كمان بعد ما شربت القهوة ضبيت البيت كله وما خليت ولا شغلة طبعا، كله يعني. وآخر شي بخرت الغرف، غرفة الأولاد أول شي، بعدين غرفة وعد، وهون آخر شي بخرت الصالون. يعني هيك ريحته بتصير حلوة، ونهار الجمعة شفت الواحد بحب ريحة البخور كتير. أنا بحب الصراحة يوميا يعني شغل بخور، مو بس يوم الجمعة، يعني ريحته كتير حلوة بالبيت الصراحة. خلصت شغلي كله على الآخر وجيت. فطورنا كان متأخر شوي. نقعت فلافل. بدي أعمل فلافل وحمص وفول مدمس. هون اتبلت الفلافل جاهزة يعني، فبحط لها ملح ومعلقة صغيرة يعني رشة كربولة أو كربونات ومي مغلية طبعا. وسماء أكيد، يعني اللي بيحب يحط سماء أكيد، في رشة سماء. كمان حطيت الفولات على النار حتى يستووا. هن يعني جاهزين بالعلب طبعا، بس بدن يعني بنشيل ميتهم وبنحط مي جديدة وبنغليهم. هون بلشت أقطع الخضرة، يعني هاي حتى جنب الفلافل طبعا بدها يكون خس، بندورة، ليمون، فجل، فليفلي، هاللي موجود طبعا فيك تحطه. قلت لبين ما يغلوا الفولات والحمص، قلت بجهز الخضرة طبعا، بحطهم بصحنهم بيكونوا جاهزين. هون للطراطور يعني، ومنه كمان للفول، جمعتهم مع بعضهم يعني. حطيت حبتين 3 توم وحمص وعصير ليمون وملح وكمون، وخلطتهم وحطيت شوية مي يعني كرمال يصيروا هيك بهالمنظر هذا. طلعوا غير شكل والله. هون بعد ما مثل ما بنقول نحنا دابوا الفولات، حطيت فوقن الطرطن زيني مثل ما انتو بتحبوا، واللي موجود طبعا. حطيت بندورة وسماء، وآخر شي كمان حطيت كمون وزيت الزيتون، يعني على خفيفي. وأي شي موجود بالبيت فيكن، يعني ما ضروري تتقيدوا بشي أو لازم يكون يعني الخضرة كتير. أي شي بيكون موجود يعني من حواضر البيت، من عقد الإيد الواحد بيشتغل. حطيت زيت زيتون آخر شي، طلعت بتجنن الحمد لله. هاي صحن الحمص كمان طلع جاهز، وهاي صحن الخضرة. وبلشت قلي بالفلافل، خليتهم آخر شي طبعا. وهون نحنا هيك بنحط القالب الفلافل والمعلقة بمي كرمال لما نعمل قرص الفلافل، كرمال ما يلزق بالقالب بنحط مي.
بلشت أقلي الفلافل، وتعرفوا نحن يعني السوريين بنحب أكلات الفلافل والفول والحمص، فالحمد لله رب العالمين، واليوم جمعة فحبيت أعملن هيك فطور يعني. طلعوا بجننوا والله الصراحة، ما كترت يعني إنه هيك فطور، وما دام إنه متأخر والفول والفلافل يعني تقال، إيه فهذا كان يعني فطورنا الحمد لله. صراحة اليوم هو الفيديو كله يعني عبارة عن الفطور بس، ما في روتينات، ما في شي، التغيير يعني لأنه نفس الشغل كل يوم فما حبيت صور الشغل، صورت لكم بس الفطور والقهوة الصبح بس. اي والله، ولهون بيخلص الفيديو، بشوفكن على خير، وبتمنى منكم ما تنسوني من التعليق واللايك. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.